هادشي كامل غيبدا في 1995 فين الديجيتال فيديو غيبدا يهيمن على السوق ويحتل المكانه ديال الانالوج فيديو وغيولي هو ستاندرد. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على 3 ديال الحوايج اللي خاصك تعرفهم على الديجيتال فيديو سواء كنتي كدير مونتاج ستريمين او لا الفيديوغرافي، وفي الاخر غادي نشوفوا لا يصلح هادشي. الفيديو هو واحد السيريز ديال التصاور اللي كيتعرضوا وحده مورا وحده بواحد السرعه معينه تيخلقوا لينا وهم الحركه واللي كتسمى الموشن بيكتشر. هذا الاكتشاف كيرجع للفوتوغرافي الامريكي ادوارد مايبريدج في القرن 19. في عصر الانالوج كانوا كيستعملوا الفيلم تيب اللي كيتحرق ملي كيتعرض لواحد الكميه ديال اشعه الضوء وكيعطينا صوره. في العصر ديال الديجيتال الفيلم تيب يتبدل بالسنسور اللي كيحول اشعه الضوء البيانات اللي كتكون لينا صوره رقميه. وهنا فين تيجي المصطلح ديال الرو. الا خدينا ديك البيانات من السنسور بلا ما يدار عليهم حتى شي بروسيس من الكاميرا تنحصلوا على الرو فايل، ويقدر يكون صوره او فيديو. الاعمال اللي كيطلبوا الدقه في التفاصيل بحال الفيجوال افكتس والجريدين تيخدموا بالرو فايلز حيت تتمكنهم انهم يتحكموا ويتلاعبوا بكاع ديك البيانات بلا ما يخسروا غرام د الكاليتي. كاين 3 ديال المشاكل في الرو فايلز. الاول هو الحجم الكبير ديالهم، الثاني خاص يكون عندك بيسي مجهد اللي يقدر يتحمل هاد الفورما، الثالث هو ان ماشي كاع الكاميرات كيعطيوك هاد الاوبشن ديال انك تصور رو خصوصا الفيديو، والكاميرات اللي تعطيوك هاد الاوبشن تيكونوا غاليين شويه. بروغرامات بحال دافينشي ريزولف بريمير برو كيسيبورتيو على الرام الرو فورماتس من مختلف الشركات باش تصور رو مكلفه شويه كيف ما شفنا، وماشي كاع الاعمال تيكون عندهم الامكانيه انهم يصوروا بالرو فورمات. وهنا فين تيجي البديل اللي هو الفيديو كودكس. كوديك كلمه كتنقسم لجوج، انكودر والديكودر، وهي واحد الالغوريثم اللي كتضغط البيانات اللي كيسجلهم السنسور للكاميرا باش يولي عندنا فيديو باحسن كاليتي وباقل حجم ممكن، واللي كاع الاجهزه تقدر تخدمه وتتعامل معاه. الانكودين تيدار اوتوماتيك داخل الكاميرا الا ما صورتيش رو، اولا كيديروه هاردويرز او بروغرامات متخصصه في هذا الشيء بحال ميديا انكودر. بما الديكودين تيديروا البروغرام ديال التشغيل اللي تيديكومبريسي ديك البيانات وتيعرضهم لك كفيديو. الا كان الكوديك هو واحد الالغوريثم اللي كتضغط الفيديو، فكيفاش كيطرا هاد الكومبريشن؟ كاين بزاف ديال الطرق اللي كيتستعملوا في الكومبريشن، وفي هذا الفيديو غنشرح 3 ديال الطرق اللي كتعتبروا اهم وحدين: البيت ديبث، الكروما ساب سامبلين، الانتر والانترا فريم كومبريشنز. بالنسبه للبيت ديبث كل بيكسل في الفيديو كينقسم ل3 ديال الساب بيكسلز، احمر خضر ازرق، اللي كيشكلوا لنا اللون ديال البيكسل. كل ساب بيكسل كيخزن البيانات اللون في البيتس، وكل بيت كيجيب جوج ديال الفاليوز 0 و1. 0 هو اغمق درجه من اللون، بينما 1 هو افتح درجه. الا كان الفيديو مصور ب1 بيت، هادشي كيعني ان كل ساب بيكسل كيجي بجوج تدرجات د اللون اولا الكالر شيدز، وهادشي اللي كيخلي كل بيكسل يعرض 8 د اللون في التوتال. بينما 8 بيت كتجيب 256 كالر شيدز في كل ساب بيكسل، وبالتالي كل بيكسل يقدر يعرض 16 مليون لون في التوتال. بخلاصه كل ما طلعنا البيت ديبث كل ما كنزيدوا في التدرجات ديال الالوان من اغمق لون لافتح واحد، وبالتالي كنزيدوا في عدد الالوان اللي يقدر يعرضها البيكسل، وبالتالي الدقه ديال الالوان في الفيديو غتكون طالعه وقريبه للواقع، ولكن هذا الشيء يجي على حساب الحجم ديال الفيديو. الا ما كانش عندك الامكانيات انك تصور رو، فراه خاصك تختار واحد الكوديك اللي كتجيب 10 اولا 12 بت، خصوصا الا كان الفيديو يدوز من المراحل ديال بوست برودكشن. العين البشر تتكون حساسه لاي تغير في الضوء اكثر من الالوان. هنا فين تيجي هذا الكومبريشن تكنيك اللي كيمحي بعض البيانات من الكروميننس وكيحتفظ بالمعلومات ديال اللوميننس كما هي. هذا الشيء اللي كينقسم الحجم والباندويث ديال الفيديو وبلا ما يلاحظ بنادم حتى تغير كبير في الكاليتي. كاين 3 ديال الانواع في هذا التكنيك: 4 4 4 4 2 2 و 4 2 0. بالنسبه ل 4 4 4 الربعه الاولى كتعني عدد البكسلات، الربعه الثانيه كتعني ان ديك البكسلات الربعه الفوقانيين كلهم يحتفظوا باللون ديالهم، الربعه الثالثه كتعني ان ديك البكسلات الربعه اللي لتحت حتى هما يحتفظوا باللون ديالهم. هادشي كيعني ان 4 4 4 كروما ساب سامبلين ما كيدير حتى شي تغيير في الفيديو، والبيانات ديال الالوان كلهم كيبقاو كما هما اولا انكمبريست. 4 2 2 الربعه الاولى عدد البكسلات، الجوج الثانيه كتعني ان كل جوج بكسلات من الربعه الفوقانيين يتشاركوا نفس اللون، الجوج الثالثه كتعني ان كل جوج بكسلات من الربعه التحتانيين يتشاركوا نفس اللون. 4 2 0 الربعه الاولى عدد البكسلات،
الجوج الثانيه ان كل جوج بيكسلات من الربعه الفوقانيين يتشاركوا نفس اللون. زيرو كتعني ان الربعه البيكسلات التحتانيين نحيدوا ليهم اللون وبالتالي يتشاركوا اللون ديال البيكسلات اللي فوق منهم. وهذا الشيء ما كيطراش غير في ربعه البيكسلات وانما في البيكسلات الفيديو كاملين. كاين واحد النوع اخر هو 4 4 4 4 نفس الشيء اللي شرحنا، غير هنا الربعه الاخرانيه كتعني انه عنده الامكانيه يخزن الالفا تشانلز، بيكسلات اللي كيكونوا ترانسبيرنت واللي الاغلبيه تيقولوا ليها بي ان جي. فإلا بغيتي بي ان جي فيديو فراه خاصك تختار واحد الكوديك اللي كتجيب 4 4 4 4 كروما ساب سامبلين. بالنسبه للاستعمال العادي للفيديو غير تفرج وصافي. 4 جوج 0 مزيانه. بالنسبه للكالر جريدين 4 جوج 0 غدير لك بزاف د المشاكل بحال الباندين. من الاحسن 4 4 4 او لا 4 جوج جوج. الفي اف اكس وخصوصا الكين الا بغيتي تاخذ احسن النتائج خاصك ولا بد 4 4 4 كروما ساب سامبلين. هاد التكنيك مبني على الواي يو في كالر سبيس اللي كيقسم الفيديو لجوج طبقات، اللوميننس واي والكروميننس يو في. نبداو بالسهله. الانترا فريم كومبريشن او لا سبيشال كومبريشن تيكمبريسي كل فريم من الفيديو كفريم كامله واللي كتسمى الاي فريم او لا الكي فريم. هادشي اللي كيعطينا استقرار في الكاليتي وتيكون سهل على البروغرام ديال المونتاج انه يتعامل معها حيتاش كل فريم من الفيديو تيكون كومبريسي بوحدو. ولكن هادشي كيجي على حساب الحجم الكبير للفيديو مقارنه بالتكنيك الجاي. الانتر فريم كومبريشن او لا temporal compression او لا long group of pictures تيكمبريسي فريم كامله كمرجع كتسمى الاي فريم، بينما الفريمات الاخرين تيخلي فيهم غير داكشي اللي كيتحرك واللي كيتسماو الباي دايركشنال بريدكتيف فريمز والبريدكتيف فريمز. هادشي اللي تيخلي الكودكس اللي كيخدموا بهاد الكومبريشن ما صالحينش للمونتاج والكالر جريدين والفي اف اكس، حيتاش تيكون خاص على البروغرام يحلل الفريمات كاملين باش يعرض لك الفريم اللي انت فيه. ولكن هادشي تيجي على حساب الحجم الفيديو اللي تيكون صغير بزاف. كل كوديك تيستعمل خليط من هاد الكومبريشن تكنيكس اللي شفنا، وهادشي اللي غيخلينا نقسموا الفيديو كودكس لثلاثه ديال الكاتيجوريز: لاسلس، الفيجوالي لاسلس واللاسي. الكودكس اللي كيكونوا مصنفين في الكاتيجوري ديال لاسلس تيكمبريسيو وكيحافظوا على كاع البيانات ديال الفيديو كما هما وتيكونوا موجهين للاركايف والفي اف اكس، ولكن الحجم تيكون كبير بزاف. الكودكس اللي تيكونوا مصنفين في الكاتيجوري ديال الفيجوالي لاسلس واللي كتجيب سميات اخرين بحال الميزانين والانترميديت تيكمبريسيو وتيمحيو بعض البيانات من الفيديو، ولكن ما كيكون حتى شي تاثير واضح على الكاليتي والحجم ديال الفيديو كيكون معقول. هادشي اللي كيخليهم موجهين للبوست برودكشن ورك فلوز بحال الايديتين والكالر جريدين. اما الكودكس اللي كيكونوا مصنفين في الكاتيجوري ديال لاسي اللي كتجيب سميه واحده اخرى لونغ جي او بي تيكمبريسيو وتيضحيو بالكاليتي على قبل الحجم القليل ديال الفيديو وتيكونوا موجهين للستريمين برودكاستين والسوشيال ميديا. اللوسلس والفيجوالي لوسلس كودكس بجوجهم كيخدموا بالانترا فريم كومبريشن تكنيك، بينما اللاسي كيخدموا بالانتر فريم كومبريشن. وكاين شي كودكس يقدروا يكونوا انترا او لا انتر فريم بحال H.264. كل كاتيجوري فيها بزاف ديال الكودكس وكل وحده والميزات والاستعمالات ديالها، وكاين اللي فابور وكاين اللي بالفلوس. اشهر كودكس في اللوسلس كاتيجوري هما الاف اف في 1 اتش يو اف اف واي يو في واللاغاريث. اما الفيجوالي لوسلس عندنا الافيد دي ان اكس والابل بروريس، بينما في اللوسي كاتيجوري عندنا الاتش دوت 264 والاتش دوت 265. نشرحهم ولا بلاش؟ فيديو يجي طويل صاحبي غير سكيب بيهم، ولكن مهمين. عرفتي شنو؟ خليهم تاجي فيديو اللي تهضر فيه على كيفاش اكسبورتي الفيديو وشرحه صافي بلان زوين. هذا الكوريك كما شفنا من قبل هي كلمه كتنقسم لجوج كلمات: انكودين ديكودين. وكاين مصطلح اخر معروف هو ترانسكودين، وهو منين كنترانسكوديو اولا كنحولوا الكوديك ديال الفيديو لوحده اخرى، وهذه القضيه كدار بزاف في الايريتين واللي معروفه بالبروكسيز. كاين حوايج اخرين تاثروا على الحجم والكاليتي ديال الفيديو: الريزولوشن، الفريم ريت والبيت ريت. البيت ريت هو شحال ديال البيانات اولا البيتس غنعطيوها لكل ثانيه في الفيديو اللي كتقاس بالميجا بيت بير سكند. الا كان البيت ريت طالع كيعني ان الفيديو عنده بيانات كثيره باش يتانكودا، وهذا الشيء لا يعطينا كاليتي زوينه ولكن الحجم ديال الفيديو يكون كبير. والا كان العكس يعطينا فيديو بحجم قليل ولكن عامر بالمشاكل بحال البيكسيليشن. الكاليتي اللي تاخذها في واحد البيت ريت معين كتعتمد على الكودكس والريزولوشن والفريم ريت وشحال ديال الموفمنت والديتيلز في الفيديو، بينما الحجم ديال الفيديو كيبقى ثابت على حساب البيت ريت في كل ثانيه. فلا بغيتي تعرف الحجم ديال الفيديو قبل ما تاكسبورتيه ضرب البيت ريت في المده ديال الفيديو.
كل موقع كيحط المعايير ديالو بالنسبه للبيتريت المناسب لكل ريزولوشن. اللاسلس والفيجوالي لاسلس كوريكس دائما تستعملوا بيتريت طالع وما تعطيوكش الاوبشن ديال انك تحكم شحال بغيتي ديال البيتريت في الفيديو، بينما اللاسي كوريكس كيعطيوك هذا الاوبشن، وفي الغالب كتلقى جوج ديال الاوبشنز: الكونستانت بيت ريت والفاريبل بيت ريت. الكونستانت بيت ريت كيعني ان كل ثانيه في الفيديو تاخذ نفس البيت ريت اللي حطيتي، وهذا الشيء لا يعطينا استقرار في الكاليتي. الفاريبل بيت ريت كتعني ان البيت ريت يكون متغير على حسب كل بارت من الفيديو وشحال فيه ديال الديتيلز والموفمنت، وهذا الشيء كيعطينا فيديو بحجم قليل مقارنه بالكونستانت بيت ريت. الا كنتي باغي تابلودي ولا ستريمي، المعادله ديالك في هذه الحاله هي تحط اقل بيت ريت ممكن وتضمن ان الكاليتي تبقى مقبوله، خصوصا الا كانت عندك الكونيكسيون عيان. رابرز او الكونتينرز هما اللي كيجمعوا لينا الفيديو كوريك، الاوريو كوريك، السبتايتل والميتا داتا في باكاج او لا صندوق او لا ملف واحد، واللي كيجيب فورمات بحال MP4 او لا ايموفي. كل رابر والميزات ديالو، مثلا كاين اللي تيخليك تحط السبتايتل والميتا داتا في ملف واحد مع الفيديو والاوديو كوريكس، وكاين اللي تعطيهم لك في ملف بوحدو خاصو يكون جنب الفيديو عاد باش البروغرام اللي كيشغل الفيديو يقراه. وكاين حوايج اخرين بحال العدد ديال الاوديو تراكس والاوديو تشانلز. كل فيديو كوريك واش من رابر كيجي فيه، وهذا مثال على اشهر الكودكس. هادشي اللي شفنا كامل هو من اش تكون ديجيتال فيديو. نفس الشيء كينطبق على الديجيتال اوديو، والاختلاف تيكون في الكودكس والكمبريشن تكنيكس. ودابا جا الوقت باش نعرفوا لاش يصلح هادشي وكيفاش نقدروا نخدموا به. الاختيار ديال الكوديك كيختلف على حسب النوع ديالك للاستعمال ديال الفيديو، اللي غنقسموهم ل4 ديال الاستعمالات اساسيين: كابتشر، بوست برودكشن، ديليفرابل والاركايف. بالنسبه للافلام ولا الاعمال اللي كيدوزوا من البوست، من الاحسن انك تصور بالرو فورمات الى عندك الامكانيات، او لا اختار لوسلس او لا فيجوالي لوسلس كوريكس. بالنسبه للهوم فيديوز اللي كيكونوا موجهين للمشاهده العاديه، صور باللوسي كوريكس. بالنسبه للايديتين استعمل فيجوالي لوسلس كوريكس مع ريزولوشن طايح. اما الفي اف اكس، الرو او اللوسلس كوريكس هما الخيار الافضل. وبالنسبه للكالر جريدين تقدر تخدم بالرو او اللوسلس او الفيجوالي لوسلس على حساب الامكانيات ديالك. بالنسبه للديليفرابلز او التسليم تقدر تستعمل اللوسي، الفيجوالي لوسلس او حتى اللوسلس كوريكس. هادشي كيعتمد على المتطلبات ديال الديستريبيوتور او لا الموزع. بالنسبه للاركايف، اللوسلس كوريكس هما الخيار الامثل بما انهم كيحافظوا لينا على البيانات الفيديو كما هما. الا كنتي كتستعمل ويندوز كنصحك تانستالي هذا البروغرام اللي كيعرض لك المعلومات ديال الفيديو كامله، وكيمكنك انك تقارنه مع فيديوهات اخرين وتشوف الاختلاف. هادشي اللي يعاونك تعرف المشكل فين كاين الا عندك شي فيديو معطوب. مازال حاجه اخرى مهمه في الديجيتال فيديو اللي هي الكالر مانجمنت، غنخليوه حتى لشي فيديو اخر اللي نهضروا فيه على الكالر بصفه عامه. الا وصلتي حتى لهنا ضرب طلع على هذا الفيديو اللي هضرت فيه على المراحل اللي تيدوزوا منهم الافلام والعلاقه ديالهم بيوتيوب. كان معكم زكريا، تهلاو.